السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وآمن وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح السعادة، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين عليكم يا أحلى إخوات في الدنيا كلها. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة ومميزة زي ما حضراتكم متعودين معايا. طبعًا كان نفسي في المدلعة، أنا عايزة أشوف إيه المدلعة اللي مسمينها المدلعة دي، قُلت أمّا أجرّبها وأدوق الطعم وإن كانت كويسة وحلوة هاجرّبها معاكم، بجد طعمها تحفة جدًا. يالّا يا حبايب قلبي سمّوا الله وصلّوا على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا الجميلة دي على طول. أول حاجة هنعمل البسبوسة، معايا هنا كوباية إلا ربع من السكر، كوباية إلا ربع من الحليب، وكمان كوباية إلا ربع من السمنة. تمام كده. وصفتنا سهلة وبسيطة جدًا، جدًا، بس اتبعوا الخطوات زي ما أنا عاملاها معاكم. ضفت كده كوباية إلا ربع حليب، كوباية إلا ربع سكر، كوباية إلا ربع سمنة، يُفضّل طبعًا تكون سمنة بلدي، مش متوفر سمنة نباتية عادي خالص، ومعلقة كده هرمية كويسة كده من العسل الجلوكوز. فايدة العسل الجلوكوز يا حبايبي في البسبوسة بيدّيها اللمعة والتماسك اللي أنتم بتشوفوه في المحلات، تمام. حطيتها على النار كده لحديت لمّا بادوب السكر والجلوكوز، ما باغليهمش، ولو اتكتلت معاكِ وأنتِ بتغليها بتدّيها فرمة في الخلاط ما فيش أي مشاكل خالص. بتنزّليها من على النار بعد ما السكر يدوب الجلوكوز، بتضيفي لها 3 معالق من جوز الهند، وكمان ظرف من الفانيليا. ملاحظين معايا السمنة عايمة على الوش إزاي ولونها أصفر على الوش إزاي؟ أنا مش عايزة الكلام ده خالص، أنا هافضل أخفق فيها بالشكل ده كده بالمضرب السلك أو بالمعلقة المتوفر عندِك، لحديت لمّا يكون خليط متجانس جدًا، ما يكونش فيه الفرق بين الحليب وبين السمنة ده، تمام؟ وملحوظة كمان مهمة، ما ينفعش أضيف الخليط ده لدقيق السميد وهي سخن. لو ضِفت الخليط ده لدقيق السميد وهو سخن هيخلّيها تحطّب كده يا بنات وتنشف معايا، لأ أنا مش عايزة الكلام ده، أنا عايزاها أحلى من بتاعة برّه كمان، تمام. عندي هنا بقى نُص كيلو من دقيق السميد، يكون حبيبات ناعم كده ويكون كويس من عطّار موثوق فيه. طبعًا الخليط بتاعي بارد، باركنه على جنب وباضيف نُص معلقة صغيّرة من البيكنج باودر أو 6 جرام كده يا بنات، تمام. يبقى الخليط ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نُص كيلو دقيق سميد، ونُص معلقة صغيرة من البودر، وكمان الخليط بِرِد تمامًا هاضيفه عليها بالشكل ده كده. في المرحلة دي أنا دهنة الصينية بالسمنة أو بالطحينة زي ما أنتِ حابة، بس أنا بصراحة بافضّل أدهن الصينية بتاعتي بالسمنة، وكمان مولعة الفرن يسخن، تمام. باقلِّب بسرعة جدًا كده، لإن امتصاص دقيق السميد للسوايل بيكون سريع جدًا، وأنا مش عايزاها إنها تنشف وتحطّب معايا. باقلِّبها بالشكل ده كده يا بنات، بانزّلها بقى في الصينية المدهونة بسرعة جدًا عشان ما تنشفش، باساوي الصينية بتاعتي بالشكل ده كده وباقطّعها القطع اللي أنتِ حاباها واللي أنتِ عايزاها. طبعًا مش هيفرق في الوصفة بتاعتنا بتاعة النهارده، لإن كده، كده هنضيفها للمدلعة بتاعتنا، تمام. باضيف بقى السوداني أو اللوز أو الحاجة اللي أنتِ عايزة تضيفيها عليها، مش عايزة ما فيش مشكلة خالص. بادخّلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي 40 دقيقة أو 35 دقيقة، بتستوي بتطلع حلوة جدًا. في الوقت ده بنجهّز الشربات، كوباية ونُص سكر، كوباية ونُص مَيّة، باحطه على النار مسافة ما بيغلي بانزّله من على النار على طول. شربات البسبوسة يا بنات لازم يكون سخن. بالشكل ده كده، ضِفت معلقة صغيرة كده من السمنة، بتدّينا ريحة حلوة جدًا يا بنات للبسبوسة. طبعًا أنا الوصفة دي عاملاها قبل كده معاكم على القناة. ذرة صغيرة كده من ملح الليمون،
علشان خاطر الشربات ما يسكرش. مش عندك ملح ليمون بتضيفي نص عصير ليمونة وظرف من الفانيليا. بعد ما بنطفي النار البسبوسة طلعت سخنة جدا والشربات سخن جدا، بقابلهم ببعض كده وبغطيها، باركنها بقى على جنب وببدأ في الطبقة اللي بعد كده. عندي صاج مقاس 30 في 40، بدهنه كده بمسحة كويسة جدا كده من السمنة، يفضل برضو يكون سمنة بلدي. الحلويات الشرقية يا بنات بتحب السمنة البلدي، مش متوفر بتستعملي سمنة نباتية. عنده كنافة جايباها من بتاع الكنافة، حطيتها في الفريزر، حطيتها ليلة، حطيتها 3 ساعات 4 ساعات، الوقت المناسب لحد لما بتتفرز بطلعها وبديها فرمة في الكبة او بفرمها بين ايديا كده يا بنات. بفركها بتروح ناعمة خالص. دي اسهل طريقة لعمل الكنافة. بفردها في الصينية وبوزع عليها السمنة. انا هنا وزعت كوباية من السمنة، بطلعها بقى وهي سخنة. بسقيها شربات بيكون بارد. شربات الكنافة يا بنات بيكون تقيل، وكمان ما بملهاش شربات، انا بوزع حاجة خفيفة كده علشان خاطر السكر اللي في البسبوسة والسكر اللي في الكنافة ما يكونش يعني عالي قوي. تمام. هنعمل بقى بعد كده الكريمة. الكريمة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من الكريم شانتيه ونص كوباية من الكريم باستري. العطار بتاعك مش عنده كريم باستري بتستعملي كوبايتين ونص من الكريم شانتيه وعليهم كوبايتين من المية او المية المناسبة. تفضلي تضيفي مية او حليب متلج لحديت لما الكريمة بتاعتك تتماسك. تمام. يبقى الخليط اللي انا بضربه دلوقتي بالمضرب السلكي ده ايه؟ عبارة عن كوبايتين من الكريم شانتيه عليهم نص كوباية من الكريم باستري، وكمان انا ما ضفتش مية بصراحة، انا ضفت حليب متلج. تمام. يكون في قطع تلج كده يا بنات بيدينا نتيجة حلوة جدا جدا للكريمة. كل لما بتخفقي كل لما الكريمة تتماسك وتتقل معاكي، وكل لما بتتقل بتضيفي شوية من الحليب. تمام كده. طبعا لسه قوامها خفيف جدا، انا بقلبها بس علشان خاطر الخليط كله يتجانس مع بعضه. انا ما ضفتش سكر، انا هنا الكريمه اللي انا استعملتها كريم شانتيه خام من عند العطار، لان الكنافه والبسبوسه فيهم سكر، عشان ما يكونش السكر طاغي كده يا بنات. شايفين التماسك بقى بتاع الكريمه؟ بحطها بقى في كيس تلاجة بالشكل ده كده علشان يسهل عليا الفرد في الصينية او كيس حلواني، واوزع على طبقة الكنافة. وبعد كده بساوي الصينية بالشكل ده كده بمعلقة سيليكون، بأي حاجة موجودة عندك بتساوي السطح كده. بعد كده بوزع بقى البسبوسة بالشكل ده كده يا بنات. وزعت البسبوسة ومليت الصاج بتاعي، بحط طبقة كمان من الكريم شانتي بس بتكون طبقة سميكة حلوة كده يا بنات، بفرد دي وبحط طبقة كمان عليها. ظبطتها بالشكل ده كده بالبطاقة بتاعتك بقى، بورقة كوتشينة، بالمسطرة، المهم يكون السطح متساوي جدا جدا زي ما انت شايفاه كده. طبعا انا عاملة هنا صوص كراميل، سويته على الوش بتاعه بالشكل ده كده. صوص الكراميل انا منزلاه معاكم على القناة يا بنات عشان الفيديو ما يطولش معانا. شوية بقى من صوص الشوكولاتة، كانوا عندي متبقيين من وصفة قبل كده. وكمان شوية من الكريم شانتيه حطيتهم في كيس تلاجة كده يا بنات، وفكتهم بمعلقتين من المية عشان خاطر ينزلوا كده من الخرم بتاع الكيس. تمام. بخلة بقى بعود خشبي موجود عندك وبتعملي الشكل اللي انت حباه بقى. التزيين ده يرجع لراحتك ويرجع لذوقك. انا عملته بالشكل ده كده يا بنات. شايفين بقى الجمال والشياكة والبساطة؟ اظن مفيش اسهل ولا ابسط ولا اجمل من كده. عملنا حاجة فخمة شيك جميلة
تنفع للمناسبات وللعزايم وللحفلات، لأي مناسبة. وسيبِك بقى من قُلتِ المناسبة أو لأي حاجة، لأولادِك تفرّحيهم بيها، وصفة فعلًا تستحق التجربة. أنا ما تخيّلتش طعمها يكون بالجمال ده. عندي بقى شوية كريم شانتيه متبقيين كده من الوصفة بتاعتنا النهارده، قُلت أستغلّهم وحطيتهم على أحراف الصينية بالشكل ده كده يا بنات، أكنّها تورتاية قدّامي، تحفة جدًا، جدًا وشكلها مغري. شايفين بقى الجمال؟ ما فيش بقى جمال بعد كده. التشكيل والتزيين ده بيرجع لذوقِك ولراحتِك، ويا ريت طبعًا لو جرّبتوا الوصفة بتاعتنا النهارده أو أي وصفات من بتاعتي وعجبتكم، وأنا عارفة اللي هي أكيد هتعجبكم، تكتبوا لي في الكومنتات. كومنتاتكم بتسعدني جدًا وبتفرّحني بصراحة. باحبكم في الله يا أحلى متابعين وأغلى أخوات في الدنيا كلّها. شايفين بقى الجمال والشياكة؟ لو وصلت لحد هنا من الفيديو أنا طماعة شوية. لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده منكم تشجعوني بيه. شايفين بقى الجمال والّا الطعم؟ أنا نفسي أدوقها لكم كلكم. شايفين بقى؟ تحفة جدًا، جدًا. باحبكم في الله يا أحلى وأحن وأغلى أخوات في الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.